ازيكم؟ النهارده في سلسلة اتعرف على الاكسل هنتكلم عن الديناميك تيبل وايه الفرق بينه وبين المانيوال تيبل. المانيوال تيبل زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل جدول، مجرد ان احنا بنعمل حدود للبيانات اللي احنا بنستخدمها في الاكسل عشان ما يبقاش شكلها عشوائي وغير منظم. فبنحدد أسامي الكولومز اللي احنا هنسجل فيها البيانات بتاعتنا، بنعمل لها الستايل من هنا ونغير في الألوان زي ما نحب. بنحدد الجدول وبندخل نعمل له بوردرز أو إطارات، ونحدد سمك الإطار والألوان وغيره من التفاصيل اللي قلنا عليها. قلنا إن احنا بنحدد أنواع البيانات، سواء إن أنا لو بتكلم عن رواتب سالري، فاحنا بندخل من قائمة هوم نحدد نوع العملة اللي احنا بندفع بيها مرتبات. هنا مثلا بنحدد ان احنا هنشتغل على ان الكولوم ده فيه تواريخ، وهكذا. طيب، كل العمليات دي انا بعملها وانا بكريت الجدول العادي اللي هو المانيوال، والمانيوال اللي هو جدول يدوي ما فيهوش اي اكشن او اي عملية اوتوماتيك بتحصل فيه. كل حاجة بتحصل فيه انا اللي بعملها، او انا لازم اكرر العملية دي فيه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان احنا هنا مثلا وصلنا لغاية السطر التاني، فاحنا عاملين ستايل كده للجدول. لو انا هشتغل على سطر تالت ورابع وخامس، ممكن احتاج ان انا اعيد خطوة ان انا اعمل له بوردنج، وان انا احدد الاطار واللون بتاعه من جديد. ايه تاني؟ ان انا ممكن احتاج في كل مرة ان انا اقول له اني بدخل عملة في اي رقم اكتبه، الاقي ان انا محتاجة ان انا احتمال ادخل اغير له السعر واحدده ان هو يكون بالجنيه المصري. حاجة تانية مثلا، لو افترضنا ان انا بدخل لو انا عندي موظفين داتا انتري، او انا موظف داتا انتري، حد مدخل بيانات بيجيله كم من البيانات مثلا في ايا كانت الصيغة بتاعتها، سواء بي دي اف او سواء جايله من خلال ورق، وهينقل البيانات دي كلها في اكسل شيت عشان تبقى البيانات دوكيومنتد وموثقة ومتسجلة عندي على اللابتوب او على الكمبيوتر. فهحتاج ان انا اهم خطوة عندي اني اتأكد ان البيانات اللي بتخش لي بشكل صحيح. وفي حالة المانيوال تيبل، في حالة ان انا ما بستخدمش حاجة سيستماتيك بتشتغل بشكل تلقائي، احتمال ادخال بيانات ان هي تكون غلط بيبقى كبير. زي مثلا لو انا هنا في كولوم السيتي، احتمال الموظف اللي شغال يدخلها أليكس، وممكن تاني يدخلها كاملة ألكسندريا، أو إن هو يكتبها اسكندرية بالعربي. وهكذا كايرو ممكن يكتبها القاهرة أو يكتبها كايرو. طيب أنا عايزة أعمل ليميت للأخطاء دي، مش عايزة الأخطاء دي تتكرر. في الحالة دي هنتكلم النهاردة عنها بشكل سريع، وهي إن أنا كريت ليست، وهنشرحها أكتر في الفيديو القادم. طيب، الليست اللي هنا اللي أنا ممكن أكريتها هي بسهولة بكريتها من قائمة داتا، هنشرحها بشكل سريع. وبدخل من داتا فاليديشن، وبختار ان انا السيل اللي انا واقفة فيها دي تكون نوعها ليست، وبكتب هنا لو انا الداتا يعني اللي انا هخليها ليست محدودة، حاجات بسيطة ممكن اكتبها بايدي، وهوريكم تفاصيل ليها اكتر في الفيديو الجاي. وبكتب كده ان انا عايزة يبقى فيه ليست يكون فيها متسجل فيها أليكس وكايرو، وبقول اوكي. هنبص هنا هنلاقي ان السيل بقى فيها علامة ليست كده، او اللي هي البوتوم هنا. تمام، يعني انا لو واقفه في اي سيل مفيش اي حاجه ظاهره لي، لكن لما بقف هنا بيظهر لي الليست، وبختار بقى كايرو ولا الكسندريا. انا كده خليت الموظف، او انا حتى في شغلي عشان ما انساش ان في بيانات انا عارفه ان هي هتدخل بشكل تكراري. يعني كل مره وانا بسجل اسم موظفين، حاجه من الاتنين: يكونوا عايشين في اسكندريه، يكونوا عايشين في القاهره، لو انا محدده الموظفين اللي بتعامل معاهم اماكن التوظيف بتاعتهم. طيب، يبقى انا اختصر على نفسي واخليها ليست عشان اسرع ادخالي للبيانات، واوفر وقتي للبيانات اللي هي هتختلف واللي مش هتكون متكررة بين الموظف والتاني. طيب، في حالة المانيوال تيبل، انا بص لو نزلت مثلا على السطر التاني مش هلاقي الليست اللي موجود عشان اختار اليكس ولا كايرو، هلاقي ان هي مجرد حاجة ان انا اكتبها وخلاص. لكن الليست اللي فوق فيها ان انا اختار ليست، السيل اللي فوق فيها ان انا اختار ليست. طيب، ليه بقى؟ عشان المانيوال تيبل ما بيعرف السطر بس اللي هو فيه، يعني السطر اللي فيه انا ضفت فيه ميزة معينة ان يكون فيه ليست، السطر التاني مش هيعرف الميزة دي، لانه هو
مفيش حاجة خلته ان هو يعملها بشكل تلقائي. فهحتاج ان انا حاجة من اتنين، يا كريت الليست من جديد، يا اما اخدها كوبي بيست واطبعها هنا، وبعد كده ابقى انا اغيرها واكتبها اليكس. ودي برضو احتمال تدخلني في اخطاء كتير الفترة الجاية، ان انا ممكن اخدها كوبي بيست وانسى ان انا اغير ان الموظف ده لا ده مش في القاهرة، ده في اسكندرية او العكس. طيب ازاي اتفادى كل ده؟ ده بيحصل بقى في الدايناميك تيبل. نتكلم عن مميزات الدايناميك تيبل. مميزات الدايناميك تيبل، اولا ان بيسرع عملية ادخال البيانات. ثانيا بيوفر لي وقت كتير. وقت زي ايه؟ زي ان انا احدد الستايل. هنا بكريت الستايل بنفسي، بختار الالوان، بحدد بوردرز، وبحدد السطور اللي انا هشتغل فيها، ولما السطور تخلص هكرر الستايل تاني واحدد تاني عشان ازود. لكن هنا انا لما بقف على الدايناميك تيبل بيظهر لي قائمة اسمها تيبل ديزاين، وبقدر اختار منها الديزاين اللي انا عايزاه. في لحظة الديزاين بيتغير وبيبقى موجود عندي ألوان جديدة في ثواني. تاني حاجة، إن أنا لو كريت ليست هنا، لما هنزل سطر جديد هلاقي السطر الجديد خد نفس الميزة اللي في السطر الأولاني، إن هو يكريت لنفسه برضو ليست. فبمجرد ما أنا أدخل على السطر التاني هلاقي فيه ليست ظهرت لي، واختار منها المحافظة اللي أنا عايزة اختارها. ايه تاني؟ ان انا هنا بحتاج ان انا احدد نوع البيانات اللي عندي، الداتا تايب. لكن هنا بمجرد ما حددتها في السطر الاول، اي سطر في كولوم السالري هكتب فيه سعر، هكتب فيه مرتب، هلاقي خلاص ان الموظف ظهر المرتب بتاعه بالجنيه المصري. مش هيظهر لي على انه 4000 مثلا من غير عملة، لا هيظهر لي بالعملة اللي انا مختارها من اول سطر. ليه؟ لانه فهم ان السطر ده هيكون عن currency، عن فلوس، وان الفلوس دي بعملة معينة اللي هي اللي انا اخترتها. طيب لو انا اخترت من السطر الاول ان هو يكون ديت، هو في السطر التاني والتالت في كولوم البيرث ديت هيفهم ان هو بيشتغل على تواريخ، وهكذا. دي ميزة الديناميك تيبل. ايه تاني مميزات الديناميك تيبل؟ الديناميك تيبل بيوفر لي خاصية التوتال سامري. يعني ايه؟ يعني انا ممكن بعد ما اخلص خالص شغل اقدر اعرف كولوم السالري واوصل التوتال كله كام بضغطة واحدة. مش هحتاج ان انا اعمل فانكشن او ان انا اختار sum واجمع، وفي كل مرة ازود السطور او ازود الرينج للسم فانكشن عشان تجمع لي كل السالري اللي موجود.